السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. انا اخوكم عمر صبري، طالب في كلية الطب. اللي لسه ما يعرفنيش بحاول اساعدكم على قد ما اقدر وانقل لكم تجربتي في ثانوي، الحاجات اللي فرقت معايا والحاجات اللي غلطت فيها، يمكن حد منكم يستفاد. في البداية حابب اشكركم على الكلام الحلو اللي شفته في الكومنتات عن الكام فيديو اللي فاتوا، وشكرا جدا على دعمكم وتشجيعكم. حقيقي الواحد مبسوط بكم الطاقة الإيجابية اللي خدها منكم في الكام فيديو اللي فاتوا، ويا رب أكون قدرت أفيد أي حد منكم ولو بحاجة بسيطة، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. فيلا بسم الله ندخل في موضوعنا على طول، وهو عبارة عن كمية من الأسئلة اتسألوا خلال الكام فيديو اللي فاتوا عن مادة واحدة بس. وكمان خلال الفوت اللي عملناه على القناة هنا كان في إجماع عن المادة دي. وهي مادة الفيزياء. تقريبا كده الفيزياء عاملة الغلط مع كتير منكم. فإن شاء الله خلال الفيديو ده هنتكلم في حلول مشاكل كتير بتقابلكم، سواء وانتوا بتذاكروا او انتوا بتحلوا، واجاوبكم على اسئله كتير سالتوها خلال الكام فيديو اللي فاتوا، واقول لكم على الحاجات اللي عملتها وفرقت معايا، وعلى الغلطات اللي غلطتها واللي خلتني نقصت حوالي 3 درجات. طبعا خلينا متفقين ان الفيزياء ناس كتير بتعتبرها اصعب ماده في السنه، ده بسبب كميتها الكبيرة وأفكارها الكتير جدا، بس انت ممكن تخليها أسهل مادة. طب ممكن تعمل كده ازاي؟ الفيزياء ميزتها عن باقي المواد إنها حاجات ثابتة بتعوض وتطلع الناتج، يعني قانون بتعوض وتطلع الناتج. طب ما الدنيا سهلة ايه؟ امال مصعبين الموضوع عليه؟ تعال اقول مشكلتها انك لازم تفهم المسألة عاوزة ايه، هتمشي فيها ازاي، امتى تعوض بالقانون الكذا، امتى تستخدم الطريقة دي، امتى تعمل كذا، امتى تعمل كذا. فلازم تفهم هو عاوز ايه، وقبل ما تحط قلم في السؤال لازم تكون عارف هتعمل ايه بالظبط. وهي خطوات، انت لو عارف الفكرة هتمشي الخطوات وتطلع الناتج وتحل المسألة وخلاص كده. بس هي دي الفكرة كلها ومشكلة الفيزياء على بعض، وهقول لك تحل المشكلة دي ازاي، وهقول لك لما كان بيقف معايا درس معين في الحل كنت بعمل ايه. فاستنى معايا. انت دلوقتي عندك مشكلة في الفيزياء، طب تمام. دلوقتي عندك المشكلة دي لما بتذاكر ما بتعرفش تلمها، ولا لما بتكون مذاكر وتيجي تحل بعد المذاكرة ما بتعرفش تحل وما بتعرفش تبدأ ازاي؟ هتقولي ده يفرق، هقولك طبعا يفرق جدا، وان شاء الله هقولك حل للمشكلتين. انا عاوزك بس تحط ايدك على المشكلة الرئيسية عشان نعرف نحلها سوا. فانا دلوقتي هعرض لك كل المشاكل اللي ممكن تقابلك في الفيزياء عامة. انت دلوقتي لازم تحدد كل المشاكل عشان تشوف مشكلتك فين وتحاول تحلها. فاحنا مع بعض كده هنحاول نسرد كل المشاكل ممكن تقابلك ونحل كل مشكلة منهم، بحيث بعد الفيديو ده ان شاء الله تطلع منه ما يكونش عندك مشكلة في الفيزياء خالص. طب هنفترض دلوقتي ان مشكلتك في المدرس اللي بتاخد معاه. هل انت بتفهم منه كويس؟ هل مثلا بيوصل لك المعلومة كويس؟ يعني بعد ما تخلص الحصة بتكون لامم الموضوع كويس وفاهم الشرح كويس والموضوع في دماغك ترتب كويس والدنيا ماشية معاك كويس، ولا ايه؟ طب لو المشكلة مش مشكلة مدرس، يعني انت دلوقتي المدرس بتفهم منه وماشي معاك كويس وبيحل كويس، طب دلوقتي مثلا انت بتذاكر ازاي؟ ممكن يكون مشكلة في مذاكرتك انت. ايه طريقة مذاكرتك؟ يعني مثلا بتذاكر بكتابة، بالتسميع، بتشرح لنفسك، بتشرح لحد تاني؟ هل مثلا بتلخص، بتكتب الحاجات المهمة في كشكول وترجع تراجع عليها بعد كده؟ انا دلوقتي بعرض لك كل المشاكل زي بنفكر سوا كده بصوت عالي، بحيث نعرف المشكلة فين بالظبط، وهقول لك دلوقتي على الحلول. طب دلوقتي هنفترض ان المدرس كويس وانت مذاكرتك كويسة وبتحصل كويس جدا. طب هل بعد ما بتخلص مذاكرة بتحل على اللي انت ذاكرته ده؟ يعني بعد ما تخلص مذاكرة بتحل على اللي انت ذاكرته، على الدرس اللي انت ذاكرته ده، عشان تثبت المعلومة مثلا؟ حتى لو أسئلة بسيطة، أسئلة سهلة، أسئلة قليلة، أي كمية أسئلة، يعني بعد ما تخلص الدرس وتذاكره كويس بتحل عليه عشان تثبت المعلومة اللي انت ذاكرتها ولا لأ؟ فانت لازم تقعد كده مع نفسك وبالراحة وتحدد مشكلتك ايه بالظبط. لو مثلا مشكلتك في المدرس فانت كده لازم تشوف مدرس تاني يكون أحسن وبوصل لك المعلومة بشكل أحسن وبتفهم منه، عشان ده مهم جدا طبعا. أما بقى لو بتفهم من المدرس كويس وبوصل لك معلومة كويس وبتطلع من الحصة أو المحاضرة فاهم كل حاجة في المحاضرة، ف... ومشكلتك في المذاكرة، فانت كده محتاج تغير طريقة مذاكرتك. بتكون متشتت وانت بتذاكر، في حاجة بتشتتك، بتركيزك قليل أثناء المذاكرة، طريقة نفسية فيها مشكلة.
فانت محتاج تشوف طريقة مذاكرتك نفسها وتحاول تغيرها او تجرب طريقة مذاكرة تانية. بعديها تقارن مثلا بين الطريقة الجديدة اللي انت جربتها والطريقة القديمة اللي كنت ماشي عليها، وتشوف انهي فادتك احسن وانهي انت استفدت منها اكتر، وانهي طريقة قدرت تحصل بيها معلومة بشكل اكبر. اما بقى لو المدرس كويس وطريقة مذاكرتك كويسة وانت ما تحلش، فدي برضو تعتبر مشكلة، انت كده ما بتثبتش المعلومة اللي انت ذاكرتها، لان يعتبر الحل احسن طريقة تثبت بيها المعلومة بعد المذاكرة. زي ما قلنا كده في اول فيديو خالص اللي لازم ترجع تشوفه لو ما شفتوش، لانه مهم جدا تسمعه لو انت مثلا مراكم عليك حاجة، ولو انت عايز تعرف اهمية الفترة دي فهسيب اللينك في الديسكريبشن. فلازم تشوفه بعد ما تخلص الفيديو ده، مهم جدا. كده احنا يعتبر خلصنا اول جزئية لو انت عندك مشكلة في ملم المادة نفسها ومش عارف تذاكرها. اما انت بقى لو مراكم المادة خالص وما فتحتهاش لسه من اول السنة او مراكم جزء كبير، فانت كده محتاج تسمع الفيديو تقريبا التالت اللي هو خطة السبع ايام، كنا شرحنا فيه ازاي تلم كل متراكم عليك في 7 ايام بس. فانت لو مراكم اي حاجة لازم ترجع تسمعه، لانه برضه فيديو مهم جدا. هسيب لك برضو الرابط في الديسكريبشن. واي حاجه بعد ما تسمع الفيديو ده، اي حاجه برضو لسه مش ظابطه معاك او برضو لسه محتاج اي سؤال، اسالني برضو في الكومنتات وهرد عليك في ساعتها ان شاء الله. نيجي بقى لتاني جزئيه، لو انت عندك مشكله في الحل نفسه وما بتعرفش تطبق الافكار او ما بتعرفش تتعامل مع الاسئله كويس او ما بتعرفش تبدا تحل السؤال صح، لان بداية حل السؤال هي اللي بتحدد سواء انت هتكمل في السؤال ده وتحله كويس او هتنفذ السؤال او هتحله غلط. يعني بمجرد البداية دي يعتبر اهم حاجة في السؤال، اهم من الناتج نفسه، لانك لو بدأت صح هتكمل خطوات صح هتوصل لناتج صح، هتحل السؤال صح طبيعي. يعني انت كده مذاكر كويس ومجمع المادة كويس، بس مشكلتك لما بتيجي تحل ما بتعرفش تتعامل كويس مع السؤال. وده سؤال اتكرر كتير قوي في الكومنتات الفيديوهات اللي فاتت، واجابته سهله جدا ان شاء الله. طبعا انا عارف انك كنت عاوز تعمل لايك بس شكلك نسيت، فيعني ايه بفكرك بس تعمل لايك. نيجي بقى للحل. لو انت عندك مشكله في الحل نفسه، ما بتعرفش تبدا المساله ازاي، ما بتعرفش تتعامل مع السؤال، ما بتعرفش تطبق طريقه الحل اللي اتعلمتها، فتعالى هقول لك تعمل ايه. طبعا هنا بنفترض انك مذاكر ماده كويس، مجمع قوانينها كويس، لم الماده حرفيا، يعني بص مخلص على الماده، بس مشكلتك في الحل نفسه. فهنا هقول لك انك لازم تحل كتير ومن كذا مصدر. هتقول لي احل كتير ومن كذا مصدر، يعني انت بتقول ايه؟ انا بقول لك عندي مشكله في الحل تقول لي حل كتير؟ يعني الكلام مش معقول صراحه. يعني هقول لك بس تعالى، احنا في اول فيديو خالص قلنا ان الفيزياء عبارة عن طريقة حل وانت بتمشي عليها. اهم حاجة تكون فاهم الفكرة كويس، لانك مجرد ما تكون فاهم الفكرة كويس بتمشي على طريقة الحل وبتقدر توصل للاجابة بسهولة او للناتج بسهولة، لانك بتكون ماشي على طريقة معينة للحل وفي اخر الطريقة دي بتوصل للناتج. تمام كده؟ كده احنا متفقين صح؟ قول صح. طب انت دلوقتي مش عارف الفكرة او مش فاهم الفكرة كويس، فانت محتاج حاجة تخليك تتعود على الفكرة دي وتشوفها باستمرار. فمفيش حاجة تخليك تشوف الفكرة دي باستمرار وتتعود عليها غير الحل كتير ومن كذا مصدر، لانك لما تحل كتير فهتشوف الفكرة اكتر فهتتعود عليها، مخك هيبدأ يتعود على الفكرة دي. اول ما تشوف طريقة السؤال ده او طريقة عرض السؤال ده هتعرف ان السؤال ده لازم بيشيل الفكرة دي، فلازم تتعامل معاه بالطريقة دي. هي ده المغزى اللي احنا عاوزين نوصل ليه من الطريقه دي. فانت ركز معايا كده وانا هقول لك تعمل ايه بالظبط. طب انت دلوقتي هتقول لي ليه احل من كذا مصدر؟ طب ما اكتفي مصدر واحد وكده كده الافكار موجوده في المصدر ده. هقول لك احنا قلنا ان الفيزياء مشكلتها في الافكار الكتير. يعني مشكله الفيزياء انها افكار كتير وطريقه عرض الاسئله كتير. فانت لما تحل من كذا مصدر، الكتاب ده عرض الفكرة دي بشكل معين، والكتاب ده عرض الفكرة دي بشكل تاني خالص، الكتاب التالت عرضها بشكل تالت خالص. فانت كده دماغك هتبدأ تتعود على الافكار دي وعلى طريقة عرض الاسئلة. فانت كده بتبدأ تشوف الدنيا ماشية ازاي وبتبدأ تفهم الافكار وطريقة الحل وتتدرب عليها اكتر واكتر، وده هيفيدك بعد كده. وده اصلا اللي احنا عاوزين نوصل له. وكمان هنضمن انك قدرت تجمع افكار كتير في دماغك
بحيث بعد كده لما تبدأ في المراجعة او تبدأ في حل الشوامل يكون عندك افكار كتير، وده هيساعدك انك تحل بسرعة. يعني لما تكون مجمع الفكرة هتكون مجمع طريقة الحل، فالسؤال مش هياخد في ايدك وقت كبير. وده احنا اللي عاوزين نوصل له، بسبب ان وقت الامتحان زي ما انت عارف هيكون يعني يا دوبك على الامتحان، فانت عاوز تخلص بسرعة عشان تراجع اكتر من مرة في الامتحان. طب دلوقتي انت هتقولي ما بعرفش احل اسئلة او ببدأ الاسئلة غلط. هقولك انت ملكش غير حل واحد بس، وانا حرفيا كنت بلجأ له. يعني بص، يمكن في الفيزياء يعتبر ده الحل اللي نجدني صراحة. يعني أنا برضو كان عندي مشكلة في بعض الفصول في الفيزياء، خاصة الفصول اللي فيها المسائل، مثلا الفصل التاني والفصل التالت ده يعتبر أكبر فصلين، وكان فيهم أكبر كمية مسائل وكمية أفكار كتيرة جدا. ده الحل صراحة يعتبر يعني أنقذني في الفيزياء. انت دلوقتي عندك هنا مدرسين على اليوتيوب، كمية مدرسين كبيرة جدا بتحل بس، يعني في قنوات مدرسين بتحل بس كتب، ويعتبر كل الكتب موجودة. أي كتاب ممكن انت تشتريه هتلاقيه موجود هنا محلول. فانت هتعمل ايه؟ انا مش عاوز منك غير انك هتجيب الأسئلة دي وهتفتح الفيديو الحل ده، هتقعد تسمع كده بالراحة، تشوف هو عامل ايه، بدأ المسألة ازاي او بدأ السؤال ازاي قدر يوصل لفكرة السؤال، ازاي قدر يتعامل مع السؤال بشكل كويس بحيث انه يوصله للإجابة بشكل كويس ويوصل في الآخر نتيجة صح. انت هتبدأ تفهم كده بالراحة، تفهم يعني انت تقعد كده قدام الفيديو متبقاش غير انت مركز في طريقة الحل، عايز تكتب وراه طريقة الحل، مثلا خطوات، هو مثلا بدأ بكذا بعد كده عمل كذا بعد كده عمل كذا بعد كده بدأ بكذا، انت فاهم؟ يعني انا مثلا انت هتشوفه عمل ايه بالظبط، وهتحاول تفهم، لا مش هتحاول، لازم تفهم هو عمل ايه. بعد ما تخلص الفيديو ده او بعد ما تخلص وتشوف حله وتفهم كل سؤال، تفهم كل سؤال حرفيا، لازم تفهم فكرة كل سؤال. تبدأ انت جرب كتير بقى، يعني بص على قد ما تقدر جرب وحاول لحد ما تبص تلاقي الأسئلة بتحل معاك كده. يعني بص من أول مرة السؤال بتحل معاك وبتحل صح. تفضل تجرب اغلط عادي، مش مشكلة انك تغلط، اهم حاجة لو وقت ما تغلط في السؤال تشوف الفكرة دي، يا اما تعلم على السؤال ده وترجع له بعد كده تراجع على الفكرة بتاعته، يا اما تاخد الفكرة، وده اكتر حاجة برشحها، انك تاخد فكرة السؤال ده وتنقلها في كشكول تاني خالص، بحيث انك تكون مجمع الاسئلة المهمة والافكار المهمة وترجع ليها في اي وقت، واي وقت تحتاجها تكون موجودة. وده برضو اللي نبهت عليه قبل كده في اول فيديو تقريبا نزل هنا على القناة، اللي قلت لك شوفه. اكيد انت لازم بعد الفيديو ده لازم تروح تشوفه. يعني منزلين هنا بتاع 4 فيديوهات 5، حرفيا 4 فيديوهات كلهم اهم من بعض. يعني لو انت ما شفتش اي فيديو منهم لازم ترجع تشوفه، حرفيا هيفرقوا معاك والله صدق. نرجع بقى لموضوعنا. زي ما قلنا انك هتبدأ بعد ما تخلص الفيديو هتبدأ تحل من كذا مصدر، وزي ما قلنا قبل كده ده هيخليك تتعرض لأفكار أكتر والفكرة نفسها تثبت في دماغك. ما أكيد أنت دلوقتي بتحل على نفس الفكرة بس بكذا طريقة، فالفكرة أكيد هتثبت في دماغك. وأصلا مع تكرار الأسئلة هتلاقي الفكرة نفسها واحدة، بس طريقة عرض الأسئلة هي اللي بتختلف من كتاب لكتاب أو من سؤال لسؤال. الفكرة وطريقة الحل نفسها هتلاقيها واحدة وثابتة، بس طريقة الأسئلة مختلفة في من هنا من سؤال لسؤال أو من كتاب لكتاب. فعشان كده بقولك حل من كذا مصدر وحل كتير جدا. الفيزياء حلها في انك تحل كتير، حل كتير على قد ما تقدر. وزي ما قلنا قبل كده اهم حاجة قبل ما تحل اي سؤال تفهم فكرة السؤال، هو بيدور على ايه او هو بيسأل على ايه او انت هتمشي في السؤال ده ازاي. لانك لما تحدد الخطوات اللي انت تعملها في دماغك هتوصل للناتج بسهولة. ندي مثال، يعتبر انت دلوقتي معاك سؤال مثلا وليكن في درس كرشوف مثلا، طبعا بيكون في ايدك قلم بتحدد على كل حاجة مهمة وبتعمل عليها دايرة. يعني مثلا الحاجات المهمة او الكلام المهم اللي بيكون في السؤال بتعمل عليه دايرة بحيث انك تكون واخد بالك هو عاوز ايه، لان في اسئلة بيلعب فيها بالالفاظ كتير جدا. وعلى رأي المستر اللي كنت باخد معاه، الله يمسيه بالخير ويديله الصحة، مستر علي مكاوي،
كان بيقول لك اعمل عليها كنافة. يعني بص، لا تعمل دوائر كتير 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 حوالين الكلمة فانت بتعمل عليها كنافة يعني، فانت فاهم. فهو كان بيضرب بينا المثل بالكلمة دي عشان نفضل فاكرينها وننفذها على طول في اي سؤال. فانا عاوزك تاخد الكلمة دي برضو وتخليك فاكرها، اي كلمة مهمة في السؤال حط حواليها كنافة. تحدد المعطيات اللي هو مديها لك في السؤال، وتشوف هو طالب ايه برضو في السؤال، وهتبدأ بقى تنفذ الطريقة اللي انت ذاكرتها او اللي انت اتعلمتها، وان شاء الله هتوصل للإجابة بسهولة. واكيد مش هتيجي من اول مرة، لازم مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة، مرة في مرة هتلاقي نفسك بتحل بسهولة جدا وبسرعة جدا. الموضوع زي ما قلنا قبل كده، موضوع نفسه تعود، لازم تكون متعود ودماغك واخدة على التفكير في طريقة الحل وانك تفكر ازاي وتبدأ ازاي، فعشان كده لازم تحل كتير. نيجي بقى لسؤال تاني اتكرر كتير برضه في الكومنتات وناس سألته لي كتير، ان بيكون في اسئلة رابطة كذا فصل ببعضه او كذا درس ببعضه. فتعالى اقول لك هتعمل فيها ايه برضه بالمره. اول حاجه انت المفروض تعملها اصلا وانت بتذاكر او انت بتراجع حاليا، انك وانت بتذاكر تحاول تذاكر الفصل على بعضه، يعني ما تذاكرش درس درس. طبعا انت لو مذاكر قبل كده فالموضوع يكون بالنسبه لك سهل، اما بقى انت لو مش مذاكر قبل كده ومراكم فهتضطر تذاكر درس درس. احنا دلوقتي نفترض انت ماشي كويس ومذاكر والدنيا معاك تمام، فانت وانت بتراجع حاليا هتاخد الفصل كامل مذاكرة، بحيث انك تكون لم الفصل كويس في دماغك، واي سؤال يكون رابط بين درسين مثلا، او مثلا في اسئلة بتسأل مثلا سؤال في درس او الاول بعد كده في الدرس اللي في الاخر، تفهم الاسئلة بتكون رابطة بين كذا معلومة وكذا درس، لازم مثلا تجيب معطى من هنا عشان توصل لناتج من هنا. اكيد فاهم الاسئلة دي. فانت لازم تكون وانت بتذاكر تجمع الحاجات دي كويس، واكيد بيكون باين كده في حاجات لازم تكون رابطة كذا معلومة بعضيها، فالحاجات دي لازم تكون مجمعها كويس جدا. تاني حاجة، وبعد ما تخلص مراجعة وتخلص مذاكرة على الفصل كامل، بيكون في أسئلة شاملة على الفصل كامل، لازم تحلها كويس جدا وتركز فيها كويس جدا. يعني بعد ما تخلص مراجعة ما تحلش درس درس، حاول تاخد كل الفصل على بعضه، وده برضه هيسهل عليك جدا لانك بتتعرض لاسئله زي كده كتير. وزي ما قلنا قبل كده انك عشان تجمع اي فكره او تجمع اي طريقه اسئله لازم تحل عليها كتير وتتعرض لافكارها كتير. نيجي برضه السؤال اللي اتسال كتير جدا في الكومنتات، ايه اهم مدرسين يتابع معاها اونلاين خلال فتره المراجعه؟ انا صراحة ما تابعتش مع اي حد فيزياء اونلاين، الا مثلا لما يكون مش فاكر حاجة معينة او عاوز افهم حاجة معينة ما كنتش فاهمها، فبدخل مثلا على اي مدرس بيكون شارع النقطة دي، مش شرط مدرس معين، وكنت بسمعها وخلاص. زي مثلا مستر محمد عبد المعبود، زي مثلا مستر محمود مجدي، مدرسين الكويسين. وبعدين اي مدرس ممكن يوصل لك المعلومة، فعادي مش مهم اسماء يعني، اهم حاجه تكون انت مرتاح المدرس ده وبتفهم منه بس مش اكتر يعني. غير كده بقى كنت معتمد صراحه على مدرس كنت باخد معاه، مستر علي بكاوي. فكنت برضه مثلا زي ما قلنا قبل كده بدخل مثلا اشوف حل الاسئله اللي كنت بغلط فيها. يعني مثلا كنت بشتري كتب زياده على كتب المدرسين وبحلها انا مع نفسي، والاسئله اللي بغلط فيها او اللي مش فاهم فكرتها يا كنت بسأل المدرس بتاع الدرس، يا اما كنت انا بدخل على اليوتيوب زي ما قلت وبشوف الحل وافهم فكرة السؤال وخلاص كده، مش محتاج اي حاجة تانية. في برضو ميس اسمها اماني منصور تقريبا كانت بتنزل اسئلة، كنت بسمعها برضو، معرفش لسه بتنزل لحد دلوقتي ولا لا. فصراحة في الحتة دي ما اقدرش افيدك كتير لاني ما تابعتش مع اي حد، فهكون بضحك عليك وبقول اي كلام، فما ينفعش يعني ايه ارشح لك اي حد انا ما جربتوش او ما سمعتش ليه. نيجي برضو لموضوع تاني، ان في ناس طلبت نعمل جدول تمشي عليه تلم بيه الفيزياء، فهقول لها لازم ترجع تسمع فيديو خطة ال7 ايام اللي اتكلمنا فيه على حاجات كتير جدا، ازاي تلم متراكم عليك. فهسيب برضو اللينك في الديسكريبشن زي ما قلنا قبل كده، مهم جدا انكم تسمعوه. بس كده يا شباب، يعني ما اعتقدش في اي حاجة تانية ممكن نتكلم فيها.
اعتقد ان احنا لمينا الموضوع يعني كده سريعا. ممكن يكون الفيديو طول مننا شوية، بس عشان في الفيزياء موضوع كبير وعليه أسئلة كتير، وأنا يعتبر لميت أهم الأسئلة اللي ممكن تكون شاغلة بالكم واتسألت كتير وشفتها كتير في الكومنتات. فحبيت الفيديو ده اتطلب مني من كذا حد، فحبيت يعني أجاوب على بعض الأسئلة بحيث ان الكل يستفاد، بدل ما ارد عليها في الكومنتات وشخص واحد بس يستفاد، لا كذا حد يستفاد. اعتقد مفيش غير بس كتب المراجعة، وده هنعمل فيديو كامل عن كل المواد بحيث انهم يكونوا متجمعين، وان شاء الله هينزل قريب، يعني شغال عليه وهينزل قريب ان شاء الله. فتأكد انك عملت سبسكرايب عشان الفيديو اول ما ينزل يجيلك اشعار وتسمعه على طول. طبعا لو في اي حد عنده اسئلة زيادة عن الاسئلة اللي اتكلمنا عليها في الفيديو ده، او اي اسئلة تخص اي موضوع تاني، اكيد هتسأل في الكومنتات. وهحاول برضو اسيب لينكات السوشيال بتاعتي سواء فيس او انستا، لو اي حد عنده سؤال ما ردتش عليه في الكومنتات ممكن يبعته برضو. واكتبوا برضو في الكومنتات الفيديو الجاي محتاجين نتكلم عن ايه. اخر حاجة، اللايك بيفرق جدا يا شباب، وانتوا شايفين المجهود اللي بنعمله هنا، فعاوزين الفيديو يوصل لاكبر عدد واكبر عدد يستفاد، لان ده يعتبر الهدف اللي انا عاوز اوصله، ان الفيديو او الكلام ده يوصل لاكبر عدد واكبر عدد يستفاد. فلايكك المتين وشيرك الجميل وشير الفيديو ده مع صحابك، يعني ما تبقاش اناني، استفدت من الفيديو شيره مع ناس اكتر عشان ناس اكبر تستفاد، وده هيكون لك ثواب باذن الله، لانك كده بتنشر علم، واي حد ممكن يستفاد من الفيديو ده انت كده هتاخد عليه ثواب. فما تكسرش على الموضوع ده، وحاول على قد ما تقدر تشير الفيديو. ما تنساش تعمل لايك، لو لسه ما اشتركتش فاشترك، عشان بعد كده ان شاء الله في فيديوهات كتير جاية كلها مفيدة. فعشان ما يفوتكش العظمة اللي هتحصل هنا بإذن الله لازم تكون مشترك. آخر حاجة بتمنى لكم الخير من قلب والله يا شباب، ربنا يوفقكم جميعا وتحققوا كل اللي بتتمنوه. والسلام عليكم.